شايفين؟ شايفين الجمال ده ايه بقى؟ بصوا انا لازم البس النضاره بتاعت القرايه عشان اشوف. ده استخدام دنيوي للعطور، مستحضرات التجميل. دي مستحضرات التجميل. بصوا بصوا بصوا، لوحة عنخ سنفرو اهي، عنخ سنفرو امام اناء عطر. بصوا العطور، يا لهوي على الجمال. بصوا يا جماعه عامله ازاي. بصوا الذهب اللي فوقيها، بصوا الرقائق بتاعت الذهب. بصوا شايفين؟ دي كلها ازايز برفانات، تخيلوا. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ان انا حرانه منهم لله بتوع الارصاد. ويعني في تعليمات ان الواحد يبقى هو في المتحف ما يبقاش ماسك حاجه في ايده، شايل حاجه في ايده يعني. شايفين دي ايه؟ دي 31. دي عباره عن ايه؟ بصوا 31 دي عباره عن ايه؟ مش معلومات مش متوفره قوي. بص انا مش عاجبني النظام بتاع المتحف بصراحه. المعلومات مش كتيره وفي هرجله وعدم تنظيم يعني. وقابلت البنات الامامير دول، هتصور معاهم بعد شويه في تربيه مش عارفه بتاع ايه كده. عايزه اقول لكم انهم فاكريني اجنبيه. ده تابوت. طب بتاع ايه التابوت ده بقى؟ بصوا بقى، بصوا التابوت ده شكله زي ما يكون من العصر يعني ده قبطي ده تقريبا ولا ايه. بصوا انا هوريكم الاول، اوريكم التابوت الاول وانا اقرا بس. بصوا تابوت التاجر المعيني للمر والنخل المتسلق، زيت إيل ابن زيت ابن سلالة ذو زيران. يعني ايه بقى؟ دي جغرافية العطور منذ القرن السادس. عطور ايه؟ يعني بقول لكم الكتابة دي مش مصرية، يعني دي من معين من القرن السادس قبل الميلاد. خشب جميز من سقارة أو استرابيوم، يرجع تاريخ لعهد بطليموس الخامس. بصوا الكلام مش انا بقى مستنيها الواقع الافتراضي عشان هي واحده بس اللي شغاله. انا كل ده بصور؟ معقوله انا فاشله جدا يا جماعه في التصوير. ايه ده؟ بس كنت بشوف بتاعه الواقع الافتراضي دي لقيتها 5% تشحن لسه. دي بقى ايه؟ بصوا يعني انا عايزه اعرف دي المركب دي بس مفيش. بصوا مفيش بيانات.